هذا المفتاح حرميه بعد 5 ثواني. 1 2 3 4 5. دحين رمي هذا المفتاح مكتوب في كتاب الله قبل أن أرميه، ولكن هل هو مكتوب لأنه الله أجبرني أني أرمي المفتاح، ولا مكتوب لأنه الله سبحانه وتعالى يعرف أنا كيف بفكر ويعرف كل الظروف المحيطة بي ويعرف أني حقرر هذا القرار قبل أن أقرره؟ إذن فكتابة رمي المفتاح تمت بعلم الله سبحانه وتعالى المسبق وليس بإجباره الإنسان. ليش الموضوع ده مهم؟ لأنه الإيمان أن الله سبحانه وتعالى أجبر البشر كلهم أن يقوموا بأفعالهم هذا مضاد للعدل، فكيف يجبرهم على فعل ثم يحاسبهم على هذا الفعل الذي أجبرهم عليه؟ هذا ما هو عدل، وحاشا لله أن يظلم. هل معنى هذا أنه إحنا مخيرين في كل شيء؟ لا، يوجد أشياء إحنا مسيرين فيها، مثلا مكان الولادة، الأب والأم، لون البشرة، الطول، القصر، أي أشياء تحصل لك بدون إرادتك، المناخ، الجو، الزلازل، هذه أمور إحنا مسيرين فيها وبالتالي لن نحاسب عليها. ما في أحد حيحاسب على لون بشرته ولا على طوله ولا على مين أبوه وأمه، لأنها أمور ما لنا يد فيها. ولكن قراراتك وردود أفعالك للأمور اللي تحصل لك هذه ستحاسب عليها لأنها بيدك. وزي ما ذكرت